البت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة ونعمل ايه؟ إمام عاشور ونيبة جديدة وسقطة جديدة داخل جدران النادي الأهلي. وطبعا محدش اتكلم فيها، لكن أنا هسيبك كده بس لثواني معدودة تشوف الواد اللي اسمه إمام عاشور وبيحتفل مع جمهور النادي الأهلي اللي كانوا يعني في إشارة ساخرة إلى جمهور نادي الزمالك. اسمع بودانك الواد إمام عاشور قال إيه. طبعا هنا بيظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، صفقة القرن، صفقة القيم والمبادئ والأخلاق والمثل العليا داخل جدران القلعة البيضاء. وهو طبعا عامل نفسه كبو المدرجات. وانا ياما قلت ان القصه دي كلها ضحك على الدهون وضحك على جمهور النادي الاهلي، وان معظم جمهور النادي الاهلي اللي بيحضر الماتشات عباره عن شباب صغير متحمس بيضحك عليه، لكن جمهور الاهلي الحقيقي اللي عنده قيم ومبادئ حقيقيه عارف ان دي كلها تمثيليه. واكيد يعني جمهور الاهلي بالملايين، وفي ناس عقلاء وحكماء وما بيضحكش عليهم باللقطات دي. هنا بيظهر امام عاشور اللي كان في يوم من الايام بيطلع على قناه نادي الزمالك وبيطلع في عده لقاءات صحفيه وتلفزيونيه يتحدث عن كونه زملكاوي، وان هو يعني اتولد في مستشفى الزمالك التخصصي على يد طبيب زملكاوي خالص من عائله زملكاويه، وان النيرس اللي ولدت امام عاشور كانت زملكاويه، واتولد في قاره او مدينه بيضاء، والمستشفى كانت مدهونه باللون الابيض وخطين حمر. حتى الدكاتره ما كانوش لابسين اللبس اللي هو اليونيفورم الطبيعي بتاع الدكاتره، لا كانوا لابسين بالطو ابيض وعليه خطين حمر. زملكاوي زملكاوي يعني، وكان بيغني مع جماهير الزمالك اغاني الزمالك والقصه والحكايه والروايه. لكن هذا اللاعب طبعا بيطبق نموذج محمود عبد المنعم كهربا، فعاوز ان هو طبعا انا جاي النادي الاهلي وعندي واقعه شهيره، الواقعه الشهيره ديت انا ثبت فيها رموز النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فانا طبعا عايز اضحك على الناس. اضحك على الناس ايه؟ اشتغلهم. طلع مره قعد يغني غزاله حمراء تشرب ايه؟ تشرب بيره، ويعني اغنيه كده كلها مخدرات وبنج وحشيش، بس ما تفهمش منها حاجه، خواجه كولر، اغنيه عبيطه وهبله يعني. تمام. وقلت ان الشباب بيضحك عليه. لكن بعد مباراة الأهلي والعين، وبقول لك قصة الإعلام مش هيسلط الضوء عليها، ولا الإعلام هيتكلم عليها، ولا السوشيال ميديا اللي معظمها مأجورة هيتكلموا عليها، ولا حتى اتحاد الكورة ولجنة الانضباط ولجنة العقوبات هيتكلموا عليها. زي ما بيشوفوا بالميكروسكوب وبيحللوا وبيدققوا وبيتفحصوا في وقائع نادي الزمالك ولاعيبة نادي الزمالك، وما شاء الله الماتش لسه الحكم ما بيصفرش، بتكون لجنة الانضباط اجتمعت وطلعت كل القرارات وكل العقوبات. وخير شاهد إمام عاشور نفسه لما كان موجود في نادي الزمالك، لكن الحال تبدل وبقى لون التيشيرت مختلف. امام عاشور طلع عامل نفسه فيها قبو، ووقف يعني على سور كده عالي، وبدا ان هو يغني مع جمهور الاهلي. فجمهور الاهلي بدا ان هو يغني يقول لك ايه؟ يقول لك البت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه ونعمل ايه. طبعا يعني ممكن تكون مقبوله من جمهور النادي الاهلي، مغازله نكش مع جمهور الزمالك، كده كده دي اسمها مدرجات وده اسمه جمهور. الناحيه الثانيه الجمهور بيرد مناكشات ومشاحنات عاديه جدا بتعدي. لكن انك انت تبقى لاعب جاي من نادي الزمالك وتشوف جمهور النادي الاهلي بيقول البت بيضه وانت عايز تغني، وبدات انك انت تغني، لولا ان بيظهر قائد حقيقي، لولا ان بيظهر لاعب حقيقي كبير ومحترم اسمه محمد الشناوي، عارف قيمه النادي الاهلي، عارف قيمه تيشيرت النادي الاهلي، جري على امام عاشور واتكلم مع امام عاشور وزعق لامام عاشور وقال لامام عاشور اسكت ما تغنيش، اسكت ما تغنيش، اسكت ما تغنيش. وصمم ان هو حتى ضرب امام عاشور كده او غمز له كده عشان ما يغنيش، لان امام عاشور بقى خلاص بقى كانت يعني الادرينالين عنده عالي جدا، وبدا ان هو يعني يغني بقى والبت بيضه بيضه بيضه. لكن امام عاشور غنى كوبليه كده من الاغنيه دي. فانا هنا رسالتي للاعلام الرياضي، اين تناول واقعه امام عاشور لاعب النادي الاهلي صفقه القيم والمبادئ؟ ما شفتش برنامج يتكلم، ما شفتش اعلام يتكلم، ما شفتش حتى صحفي من اللي بيطلعوا في التلفزيون يتكلموا، ما حدش تطرق ليه وكانها ما حصلتش اصلا. طيب دور لجنة المسابقات فين؟ هل مثلا يعني تقرير مراقب المباراة اتكتب فيه الواقعة دي؟ طب لو ما اتكتبش الواقعة دي، مش الواقعة دي انتشرت على وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا واتكلم فيها والفيديوهات موجودة، وهسيب لحضراتكم اللينكات في التعليقات دلوقتي. طيب هل هيكون في قرار انضباطي وعقوبة على إمام عاشور في تلك الواقعة، ولا
هنداري ونخبي بما ان امام عاشور بيلعب في النادي الاهلي، وبما ان للاسف في بعض المسؤولين بيعملوا حسابات وتوازنات وبيخافوا من الوان معينه وبيخافوا من انديه معينه. الحق والقانون واللوائح المفروض احنا هنبدا موسم جديد على نضيف. يبقى اول حاجه الرابطه واتحاد الكره يحترموا نفسهم ويحترموا اللائحه اللي هم حاطينها، ويجب ان احنا نشوف عقوبه تستحق وتليق على امام عاشور نظرا انه غلط في جمهور نادي الزمالك. واذا اكرمت اللئيم ملكته، تمام، واذا اكرمت الكريم ملكته واللئيم تمردا. ايا يكن بقى الحكمه، يعني مش متذكرها يعني بشكل كويس جدا، لكن ده نادي الزمالك. يالا اللي اسمك امام عاشور، وانا بقول يالا. انا اي كابتن، محمد الشناوي يقول كابتن لانه محترم بالمواقف، لكن الواد امام عاشور يقول له يالا. يالا اللي اسمك امام عاشور، ده نادي الزمالك اللي عملك، ده نادي الزمالك اللي عمل نجوميتك، ده نادي الزمالك اللي خلاك بني ادم، ده نادي الزمالك اللي ادالك شهره، ده نادي الزمالك اللي خلاك تطلع للدنمارك وتفشل وترجع في كوبري على النادي الاهلي. ودلوقتي اول ما رحت يا عم احنا قلنا احتراف يا اخي، وقلنا صفقه القرن الفنيه للنادي الاهلي يا اخي، لكن انت هتروح عشان تكسب لقطه قدام جمهور النادي الاهلي بانك تحفل على النادي اللي خيره عليك. صدقني النماذج كتيره، واقربهم صاحبك وشقك وبنتك محمود عبد المنعم كهربا عملها. ودلوقتي لا حول له ولا قوه، من دكه لفريزر لديب فريزر. لايك وشير في كل مكان، رايك مهم جدا، واكتب رسالتك في الكومنتات للمدعو امام عاشور.